الحقيقة بسأل نفسي ليه لسه في ناس بتشتري فسيخ من بره مع ان احنا قادرين نعمله في البيت وبمنتهى البساطة، وهنكون متأكدين جدا من سلامة تخليله وانه طبعا مش فاسد وسليم. الفسيخ بأبسط طريقة هنعمله مع بعض. اهلا وسهلا بكل متابعيني الكرام. هعمل معاكم النهاردة الفسيخ بمنتهى البساطة وبطريقة هتخليكم تحبوا الفسيخ جدا، وكمان لو اول مرة تاكلوه. في الفيديو كمان هقول لكم ايه الاخطاء اللي نتجنبها علشان الفسيخ ما يفسدش مننا ويبوظ، وايه التكات المهمة جدا عشان سلامة الفسيخ، وعشان يطلع معايا الفسيخ ناعم كده ولونه وردي وزي الزبدة بمنتهى البساطة زي ما انتم متعودين معايا، وكمان نتيجة مظبوطة. لو أول مرة تشوفوني أنا هلا أبو بكر. لو استفدتم من الفيديو من فضلكم تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وتعالوا بينا نقول بسم الله ونبدأ يلا. اول حاجه عندي وهو السمك البوري. اهم حاجه واحنا بنشتري السمك لازم نتاكد انه سمك سليم صابح، زي ماسك نفسه زي ما انتم شايفين كده، عينيه حلوه كده وبتلمع، الخياشيم بتاعته كمان تكون حمراء. السمك ده مهم جدا واحنا بنشتريه. لو السمك ما اشتريناهوش وتاكدنا من سلامته، اكيد نتيجة الفسيخ هتبقى سيئة جدا. يبقى اهم حاجة واول خطوة زي ما اتفقنا هي السمك. نخلي بالنا زي ما انتم شايفين الخياشيم حمراء، السمكة ماسكة نفسها، واهم حاجة كمان تكون السمكة وزنها معدي النص كيلو. ليه؟ علشان الفسيخ ما ينشفش معايا في التخليل، يكون طري كده ونلاقي فيه لحم كتير، يعني يكون ملحم بمعنى اصح. تعالوا بقى نشوف هعمل ايه. هاخد اول السمكية اللي عندي كده وهبدأ اعمل لها مساج. بحاول اضغط على اللحم بتاع السمكة وافتفته كده جواها، وده طبعا بيديني نتيجة هايلة جدا بعد كده لما بخلل السمك وبفتح عليه. وده اول سر من اسرار الفسيخ اللي زي الزبدة. بنمسك السمكة بعمل لها مساج، لان ده بيغير في اللحمة بعد كده، وبيغير في، يعني بيخلي اللحمة طرية جدا معايا بعد كده مش ناشفة. تمام، بس زي ما انتم شايفين اهم حاجه تكون السمكه عندي كبيره. خلصت كميه السمك كلها بنفس الطريقه، عملت لكل سمكه مساج. تعالوا بقى عندنا في المطبخ كده على فوطه وهبدا افرد الفسيخ بتاعي. طبعا نتاكد ان المطبخ نظيف مفيش اي حشرات ممكن تمشي على الفسيخ على السمك يعني. ممكن جدا اغطيه بشاشه خفيفه. هسيبه ليله كامله يعني من بالليل للصبح. تمام، سبته ليلة كاملة واتأكد كده خلاص ان الفسيخ زي ما انتوا واخدين بالكم ناشف تماما. طبعا انا مقشرتوش من القشر بتاعه ولا حاجة، وكمان انا غسلت الفسيخ كويس جدا قبل ما اعمله المساج او افرده ينشف. ونضفت الخياشيم بتاعته كده بالمية، كله بالمية بس يا جماعة. تمام، بعد بقى ما الفسيخ بتاعي انا سبته الليلة دي علشان ينشف زي ما انتوا واخدين بالكم كده. ليه ينشف وينزل ميته والدم اللي فيه كله؟ لان الخطوة دي مهمة جدا جدا. لازم الفسيخ ينشف تماما من الدم اللي جواه، لان لو ما نشفش او الميه اللي فضلت جواه ده هيساعد ان الفسيخ يفسد ويبوظ معانا من قبل ما نشتغل فيه. يبقى دي حاجه مهمه جدا. يبقى احنا قلنا حاجتين مهمين جدا ينجحوا معانا الفسيخ قبل ما نشتغل فيه، وهو اختيار السمك، ان يكون سمك صابح كده ومش سمك يعني بايت ولا طري ولا بايظ، يعني يكون ماسك نفسه كده وحلو. كمان السمكه لازم تنشف كويس قوي معايا. خلاص، هتأكد كويس قوي ان كل السمك اللي عندي بنفس الطريقة نشفت الخياشيم بتاعته كويس قوي قوي قوي. طبعا السمك ناشف زي ما انتوا واخدين بالكم، اهم حاجة بقى ننشف الخياشيم كويس. خلاص، تعالوا بقى عندي هنا هنخلي السمك ازاي. عندي كمية من الملح الخشن وبحط عليه معلقتين كبار من الشطة. الشطة هنا عندي مش علشان تدي يعني سبايسي او حرقان للسمك او الفسيخ، لا، هي مادة حفظ. تمام، وليه انا بستخدم ملح خشن؟ ممكن جدا نستخدم ملح ناعم، بس انا بستخدم ملح خشن. مش بحس ان هو بيحدق الفسيخ، يعني بيخليه يتخلل من غير ما يكون حادق. مش بحب الفسيخ ابدا يكون ملحه زياده، لازم يكون ملحه مظبوط عشان نقدر ناكل منه براحتنا. هبتدي اخد شويه من الملح والشطه كده وهكبس الخياشيم، وهحط كمان في بق السمكه زي ما انتوا واخدين بالكم كده. اكبسوا كويس قوي براحتكم، محدش يخاف ولا يقلق ولا يقول ان الفسيخ هيبقى حادق والملح كده كتير. لا، انا عايزاه الملح يبقى فيه كتير جدا، وزي ما قلت لكم هو ملح خشن مش هيحدقه ولا حاجه، وده علشان آه التخليل يكون مظبوط. تمام، هبتدي اخد بقى شويه من الملح والشطه اللي انا عملتهم وهرشهم كده في ارضيه الشنطه بتاعتي. وهاخد السمكايه، هحط كل السمكتين عندي في شنطه،
هحط واحده عكس التانية، يعني اللي راسها هنا هحط الديل الناحيه التانية. هبتدي اخد من الملح بشطه وادعك السمكه من فوق كده ومن كل ناحيه، واحنا طبعا حاطين في ارضيه الشنطه بتاعتنا ملح وشطه. تمام. انا هنا بزود للخياشيم، يعني بحس ان الخياشيم بتاعتها فضيت شويه، لا بزودها تاني. والطريقه بتاعتي دي انا معتمداها من 10 سنين بالظبط. بعمل الفسيخ وبيطلع الحمد لله بفضل الله ناجح جدا جدا وسليم طبعا، وده اهم حاجه. خلي بالكم، مش المهم ان يطلع طعمه حلو بس، لا اهم حاجه ان يكون سليم. زي ما انتوا واخدين بالكم كده، دعكت السمكه من فوق ومن تحت بالملح والشطه، وهبتدي اقفل اول شنطه عليها كويس. تمام. اهم حاجه بقى دي ودي نركز فيها جدا، مطلوب مننا ان احنا نحطه في كذا شنطه. في ناس طبعا بتمسك الشنط تقفلها كويس وتحط في شنط تانية، انا بحط في شنط وكل شنطتين بقفله بشريط اللزق اللي هو البلاستر كده. ليه؟ علشان اتاكد كويس قوي ان مفيش نقطه هوا جوه الشنط بتاعتي، يعني اتاكد كويس جدا ان الفسيخ بتاعي ان شاء الله هيطلع سليم ومش فاسد. الخطوه دي مش كتير بيعملوها او ما شفتش حد بيعملها اصلا، بس انا بحب اعملها، لان زي ما قلت لكم بحب اتاكد جدا من سلامه الحاجه اللي بعملها. كل شنطتين هحطهم هلف عليهم بلاستر زي ما شفتوا كده. بحط قد ايه؟ بحط من 7 ل8 شنط. تمام. طيب، لو مش عايزين تلفوا البلاستر ممكن جدا تحطوا كل شنطة وتقفلوها كويس قوي وتحطوا الشنطة التانية، وهكذا من 7 برضو ل8 شنط. ويفضل يعني يكون فيهم شنط غامقة. تمام. ليه؟ علشان تحجب عنه الضوء خالص. زي ما انتوا واخدين بالكم، انا لما بلف اللزق بتاعي بخرج كل نقطة هوا جوه الاكياس بتاعتي، ودي مهمة جدا، وده من السبب المهم جدا بالنسبة لي لنجاح الفسيخ. خلاص. يبقى احنا قلنا 3 اسباب: اول حاجة نوع السمك وحالته لما نيجي نشتري، تاني حاجة انه لازم ينشف من المية كويس جدا 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 او الدم اللي جواه، وتالت حاجة وهي التغليف او ان احنا نحفظه ازاي. زي ما اخدتوا بالكم انا بلف في شنط وبعد كده بلزق بلزق كويس جدا عشان اضمن ان مفيش اي نقطة هواء جوه الاكياس بتاعتي. هلف كويس قوي، وبكده انا خلصت الكميه بتاعتي كلها. حطيت كل لفه زي ما انتم شايفين كده في 8 اكياس وقفلتها كويس قوي بنفس الطريقه. بالنسبه بقى هنحفظه ازاي، هشيله كده في مكان ضلمه يعني ما بفتحوش كتير لمدة يومين، وبعد اليومين ما يفوتوا هبتدي اقلب في الفسيخ بتاعي كل يوم على جنب. والحقيقة انا بعلم بقلم جاف كده الجنب اللي قلبت عليه علشان ما اقلبش عليه تاني يوم واقلب على جنب تاني، بفضل اعلم كده وكل يوم بقلبه. هسيبه قد ايه؟ حوالي 15 يوم لو الجو عندي بارد، انما في الجو اللي احنا فيه دوت ممكن 12 يوم. وبرده حجم الفسيخ بيختلف. زي ما انتوا واخدين بالكم كده انا معلمة زي ما انتوا شايفين، وكده انا سبت الفسيخ بتاعي 15 يوم. تمام. لان حجم الفسيخ عندي ما شاء الله كبير، السمكه كانت كبيره عندي، وكمان الجو متقلب يعني يوم حر ويوم برد، فعشان كده سبته 15 يوم اضمن. طب لو الجو عندي حر جدا يبقى هسيبه كام؟ 12 يوم حلو جدا عليه. خلاص. ونتبع نفس الطريقه، بسيبه يومين وبعد كده ببتدي اقلب فيه كل يوم على جنب، ونعلم زي ما اتفقنا كده علشان ما نتلخبطش مش اكتر. هبتدي بقى افتح عليه. خلي بالكو، التقليب هنا عامل مهم جدا للتسوية. كل ما بقلب على ناحية بتستوي، لأن العصارة أو مادة التخليل اللي هي الملح والشطة والمية بتاعت الفسيخ بتنزل على الجزء دوت بتخلي لي السمكة بتاعتي. خلاص. زي ما انتم شايفين كده فتحت عليه اللهم بارك، حلو بطريقة مش عايزة أقول لكم يعني. السمكية شكلها هيفتح النفس من قبل ما نفتحها طبعا. طرية. هي دي المية اللي بقولكوا عليها اللي بتخلي الفسيخ لما بنقلبه. بصوا، يعني ما شاء الله. زي ما اتفقنا احنا كنا حاطين كل سمكة عكس التانية. هبتدي اخد السمك بتاعي بقى وانضفه كده بمنديل او ابل ايدي بسيط وامسح على السمكية من بره. انا هنا بشيل المادة الحافظة اللي هي كانت الملح والشطة والسوائل طبعا اللي نزلت من الفسيخ بتاعنا. خلاص. خلصت كده نضفتها كويس. تعالوا بقى ايه، نفتحها وننضفها وهوريكم كمان ازاي نخلي الفسيخ. اول حاجه طبعا باخد السمكيه وابتدي اقشرها من بره زي ما بتعامل او بنضف اي سمك عادي جدا من القشر بتاعها كله. تمام. هبتدي بقى اخد السمكيه واشيل راسها علشان ابدا افتحها. ما شاء الله السمك كان عندي كل سمكيه وزنها معدي النص كيلو، كانت حوالي كيلو الا ربع كمان.
وزي ما قلت لكم ليه، علشان يبقى فيها لحم كده وتبقى طريه وما تنشفش معايا في التخليل. بفتح طبعا الفسيخ بتاعي وبشيل البطن بتاعنا زي ما احنا متفقين. طبعا الفسيخ مش بيتخلل ابدا مفتوح، زي ما اخدتوا بالكم مقفول، وبغسله بس غسله كويسه وبخلله تمام. احسن حد يفتحه مثلا من البطن وينضفها ولا حاجه ويحط فيها ملح عشان يقول لك بقى زياده نظافه وكده، لا لا خالص. تمام. هبتدي بقى بالسكينه، بحرف السكينه كده بشيل بقى البطن بتاعت الفسيخ كلها زي ما انتوا واخدين بالكم كده، الحته السودا دي كده، وبقطع الحروف اللي هي عند الخياشيم دي، ملهاش اي لازمه، مش بنهدر يعني ولا حاجه، دي ملهاش اي لازمه اصلا. تمام. ببتدي كده اوسع للسلسله الشوكيه بتاعت الفسيخ يعني، وابتدي اشيلها واكسرها كده بمنتهى السهوله. شايفين بقى، واخدين بالكم، اللهم بارك، لون الفسيخ عامل ازاي يعني؟ وردي، تحفة يعني، جميل جدا جدا. هبتدي بقى بالسكينة كده، بحرف السكينة بنضف برضو لحد بقى ما اتاكد ان الفسيخه خلاص كلها نطفت. بشيل الزيادات اللي انتوا شايفينها دي واخدين بالكم منها. شايفين بقى يعني شكل الفسيخ كده من مسببات السعاده بجد، مش ليا انا بس، اكيد لكل الناس يعني. شكله بجد بيجيب فرحه كده من قبل ما ناكله حتى، يعني ما شاء الله عليه. زي ما انتوا واخدين بالكم يعني، طالع حاجه كده يعني اللهم بارك. زي الزبدة بجد. طعمه بقى كمان انه مش مالح قوي ومش حادق قوي يضايقنا واحنا بناكل، لا حاجة يعني رهيبة. زي ما انتوا واخدين بالكم كده، انا بغسل الفسيخة ازاي، بقسم من النص كده بالسكينة بالراحة، بحدد يعني، وببتدي بقى اخد حرف السكينة كده تحت لحم الفسيخ مباشرة، ويكون لازقة في الجلد برضو من تحت، وابتدي اطلع اللحم بتاع الفسيخ. بيطلع معايا كده زي ما انتوا واخدين بالكم، ما شاء الله سليم وجميل جدا. شايفين اللحم زي الزبدة، مش مهري، مش مهري يعني مش بايظ، لا ماسك نفسه، لونه وردي جميل. وطبعا لما بنشوف اللون ده اصلا انا بتأكد ان الفسيخ بتاعي سليم 100% من قبل اي حاجة. طب لو لقينا كده حاجات صفرة بسيطة جنب الجلد، ما تقلقوش ابدا، ده من الدهون اللي بتكون في الفسيخ. لان زي ما انتوا اخدين بالكم ان ما شاء الله عندي حجم الفسيخ كان كبير، فطبعا فيه دهون يعني، مليان كده. تمام. فدوت من الدهون اللي فيه، مش من اي حاجة، ما تقلقوش. الفسيخ طالع معانا لونه وردي وجميل جدا. ببدأ اشتغل واخلص اللحم بتاع الفسيخ زي ما انتوا واخدين بالكم بنفس الطريقة لحد ما اخلص الفسيخة خالص واطلع الجلد على جنب. خلصت الفسيخة كلها زي ما انتوا واخدين بالكم كده خلاص، وكده الفسيخة نطفت عندي. اي لحمة بشيلها لحد ما الجلد يفضل عندي بالمنظر ده كده خلاص. بصوا فسيخة تانية، بصوا اللهم بارك، يعني لحمه حلو جدا، شكله اكيد بيتكلم عنه يعني. عرفتوا ليه بقول لكم ان هو من مسببات السعاده؟ وفعلا من مسببات السعاده. كده اكون عملت معاكم الفسيخ باحلى واسهل طريقه هننافس بيها المحلات. تقدري تفتحي مشروع منه كمان. حابين تحفظوه، اخلوه زي ما هو كده وفي برطمان فيه زيت، حطوا الفسيخ جواه واقفلوا البرطمان كويس وشيلوه. بس كده بمنتهى البساطه، وهيفضل معانا بالشهر كمان. واتكلمنا في الفيديو واحنا شغالين عن الاسباب اللي تنجح معانا الفسيخ، وعن الحاجات اللي نتجنبها تماما عشان الفسيخ يطلع معانا سليم 100%. كده كنا عملت معاكم الفسيخ، يا رب يعجبكم. يا ريت لو عجبكم الفيديو واستفدتم منه لايك وشير. ولو كنت اول مره تشوفوني، انا هلا ابو بكر، من فضلكم تشتركوا في القناه، وده طبعا شرف ليا. كل سنه وانتم طيبين وبخير، واقول لكم مع السلامه.